أهلا وسهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد ورسالة جديدة. كما قاعدين تشوفوا الدنيا سخنت، دونك قلت علاش هكا ما نعملكمش رسالة متاع الكلاس هكا نبردوا بها نتناوشنا وتفرهدنا فيها السخانة. دونك امشيوا معايا باش نشوفوا طريقة التحضير بمكونات بسيطة واقتصادية، وأهم حاجة بنينة بنينة. دونك زيدا باش نعملوها بثلاثة نكهات مختلفة، بالفريز وبالكراميل وبالشوكولا هكا نوعو. دونك أول حاجة باش نبداو بها، باش نبداو بنكهة الكراميل. دونك باش ناخدو 50 جرام سكر باش نكرملوه كيما قاعدين تشوفوا، باش نزيد عليه 50 جرام لوز وباش نخليهم معناها يتجانسوا في بعضهم. من بعد باش ناخد بابي كويسون ونحط الكمية متاعي ونخليها تبرد، جست تبرد باش ناخذ القلقال متاعي ونبدا نكسر فيها ونتحصل على النتيجة هذه. دونك بالنسبة الوصفة متاعنا تستحق كاس كريم شانتي، كاس حليب، حليب نسلي حسب الرغبة، معناه كل واحد كيفاش يحب الحلاوة متاعها، كعبتين فلان، كراميل. الكراميل عملته في الدار والحليب نسلي زادا عملته في الدار. كان تحبوا على الروسيت اكتبوا لي في التعاليق ونحضرها لكم ونهبطها لكم. لهنا خذيت حق معناها كاس شانتي وزدت عليه كاس الحليب وكعبتين الكراميل، وباش نزيد عليه مغرفتين كراميل، وباش نزيد زادا حليب النسلي. كما قلت لكم حليب النسلي كما انتم تحبوا، معناها الكونتيتي اللي تحبوا عليها انتم تحكموا في الحلاوه متاع الكلاس متاعكم. اللي مازال مش عامل اشتراك للقناه يعمل لي اشتراك، وما تنساوش تعملوا برشا جيمات وتفعلوا الجرس باش توصلكم فيديوهات جديده. لهنا بعد ما باش نحط معناها الحليب النسلي متاعي، باش نحط الماكينة باش نخلط بالباهي، معناها نضربها بالبلاهي باش نتحصل على كريمة تشوف القوام متاعها كيفاه. لهنا كما قاعدين تشوفوا الكريم تاعي حضرت. لهنا باش نحركها بالكدا وباش نزيد هكا التقرميشة اللي حكيت لكم عليها، وباش نزيد نحرك. ولهنا باش نزيدها مكون ياسر مهم ويبننها على الاخر اللي هو البسكويت. لهنا خديت كمية تاع بسكويت انت او الكمية اللي تحب عليها، معناها تحب برشا ولا شوي انت والقوم تاع البسكويت. اذا ما تحبش ما تحطش جملة. هنا حطيته في ساشي اليمونتير وشديت القرقال نتاعي هكا هروشته بالباهي، خليتهوش معناه القش نتاعو كبار. بعد خلطتها زدتها للخليط وخلطت بالقدا. وهذا الكلاس نتاعي حاضر ساهل ما فيه حتى شيء، واهم حاجه اللي هو بنين بالحق بنين، والريحه نتاع الفلان والكراميل والبسكوي ما نحكي لكم مش ياسر بنينه بنينه من قبل ما نذوقها. لهني خديت حكه بلاستيك ناخدو الشبلار ماذا بينا نبعدو عليه خاطر باش يقعد في الفريغو من فوق تنجم تترشق. فوالا عبيت الكونتيتي نتاعي توا باش نحطها في الفريغو كما قلت لكم على الاقل حاجه 3 سوايع. هذايا بالنسبه للكراميل. باش نتعدو توا للفريز. بالنسبه للفريز زادا ساهل، لهني عملت لكم معناها مش طريقه هي بيدها، في كل مره نعاود لكم طريقه اخرى وانت اختار الطريقه اللي تحب عليها. معناها لهنا خديت الفريز متاعي ما يقارب برطل الفريز، باش نزيدو كاس حليب وباش نرحيه في الهشوار. ماذا بينا نزيدوه الحليب هكاكا باش ما خاطر محجر ينجم يهلك لنا الروبو متاعنا، وميمتو نعاونوه شوي معناه. تنجموا تتبعوني زادا على الانستغرام كيكي كويزين تونيزيان، ولا على التيك توك زادا كيكي كويزين تونيزيان. مرحبا بكم. لهني سامحوني ما تصورتش، دونك باش نقول لكم شنيا حطيت حوها كريم فريش باكو شونتي، وحطيت نصف كيس حليب، وزدت عليهم كعبتين ياغورت القوم تاع الفريز، وحطيت نسلي كما قلت لكم الكميه اللي نتوما تحبوا عليها، وحطيت ركضتهم بالقدا باش تحصلت على الكريمه اللي تشوفوا فيها، وزدتهم كميه الفريز وباش نزيد نخلطها بالقدا. فوالا نجمو نخلطوها زادا بيدينا ولا بالفوي إذا تحبوا. فوالا لهنا هذه الكريمة متاعي حاضرة. لهنا أنا عندي
هذا كومبورت متاع الفريز عملته من قبل نستعمل فيه، قلت علاش ما نزيدهوش، حاسيلو زاد بننها بن على بنة. إذا ما عندكش تنجم ما تستعملش، راهو جست معناها جست تكتفي بالخليط عادي. أنا قلت هاكا نزيد نبنو. لهنا تو باش ناخذ حكة بلاستيك سادة وباش نعبي فيها الخليط متاعي وباش نحطه زادة في الفريغو كيما قلت لكم أقل حاجة 3 سوايع. هاكم تشوفوا مكونات بسيطة سهلة ما فيها حتى شيء. عملت بها الجلاس متاعي حاجة نظيفة للصغيرات في الصيف يحبوا برشا الجلاس، دونك أنا نعمل لهم حاجة في الدار يحسيلو يشيخوا بيه. هذا بالنسبة كما قلت لكم للجو بتاع الكريم الكراميل والبسكويت استغفر الله والفريز. قلت علاش ما نزيدكمش الشوكولاتة بطريقتي. خديت 3 طوابع شوكولاتة كما قاعدين تشوفوا باش نقصهم بالباهي طريفات صغار بس في معناها باش في ساعة يذوبوا. حطيتهم في حمام مريم وزدت ساعة قسمتهم خليت شوي باش نزين منه. حكيت طابعة كيك خليته باش نزين بيه زوز طوابع اخرين حطيت باش نحطهم في حمام مريم كما قاعدين تشوفوا. زدتهم مغرفة كبيرة زبدة قريب 50 جرام. حطيتهم معناها على النار كي ذابوا حطيتهم في كما قاعدين تشوفوا في هكا في صحفة في ماء بارد باش تبرد لي بالكدا. فوالا. لهنا بالنسبة للمكونات خديت شانتي معناها كيس شانتي خديت معاها نصف كيس ماء وخديت نيسلي وخديت كعبة ياغورت نكهة الشوكولاتة والكمية متاع الشوكولاتة متاعي. وللزينة كما قلت لكم خديت حبيبة الشوكولاتة اللي قصيتهم هذوكم وزيد خديت بسكوي مغلف بالشوكولاتة وقصيته وهكا هروشته. فوالا لهنا توا باش نمشوا للخليط متاعي حطيت الشونتي وزدتو كمية الماء وزدتو كمية النسلي وباش نحطهم يتركضوا بالكدا بالكدا حتى نتحصل على قوام كريمي وتشوفوا كيفاش قوام اللي حاجتي بيه. لهنا بعد ما تحصلت على الكريمة متاعي باش نزيد كعبة الياغورت جو شوكولاتة وباش نزيد زادة كمية الشوكولا متاعي وباش نركضهم بالكدا هكا نخلطهم معناها بالباهي حتى يتجانسوا بالكدا. لهنا انا باش نزيد هكا نقوي في اللون شوي حطيت مغرفة كاكاو نجم راهو متحطهاش اما بالحق تفرق على الاخر. فوالا لهنا كيما قاعدين تشوفوا الخليط متاعي حاضر باش نزيدو هكا كمية هكا الشوكولاتة هذيكا باش نصب منها شوي في وسط الخليط وباش نزيد زاد البسكوي متاعي هذاك المهروش. فوالا لهنا اخترت مانيش باش نحطهولكم في بول بلاستيك اخترت باش نحطهولكم في مول هكا حجم عائلي يجيك شظيف ولا حاجة باش تقدم له الكلاس هكا تقدمها في الشكل اللي تحب عليه. المول بتاعك لازم تحط فيه بابي سولوفون اذا كان وانتي تختار الشكل متاع المول اللي تحب عليه دائرة مستطيل مربع. انا اخترت متاع الكيك هذايا دونك حطيت تمشي فيها كمية الجلاس تاعي الكل. فوالا وباش نزين من فوق بالشوكولاتة والبسكوي متاعي. فوالا هكا الجلاس متاعي بالشوكولاتة حاضر. ما نحكي لكمش على البنة. دونك اللي مازال مشتركش في القناة يعمل اشتراك ويفعل الجرس باش توصلوا الفيديوهات الجديدة الكل. دونك لهنا باش نقلب باش شديت لهنا خذا حكيت 5 سوايع هكا شد روحو بالكدا. خديت صحن وقلبته فيها كما شفتوا الطريقة اللي طريقة نحيت بها معناها من المول سهلة على الاخر. هذا الجلاس متاعي حاضر توا باش نحطه في البول باش نحطه سامحوني في الكيس تشوفوا الشكل متاعو. حسيلو البنة ما نحكي لكمش بنين 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 على الاخر خاصة بالبسكوي وبالكراميل ننصحكم تجربوه حاجة جديدة هكا وبنينة أهم حاجة بنينة معناه. ان شاء الله تكون عجبتكم الريسيت ما تنساوش باش تكتبوا لي في التعاليق وتبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم
وكما قلت لكم كان تستحقوا أي حاجة ولا تحبوا على روسيت متاع الحليب نسلي ولا الروسيت متاع الكراميل تنجم تكونتاكتيوني على الانستغرام متاعي ولا على التيك توك. مرحبا بكم الناس الكل، واللي عنده أي تساؤل زاد ينجم يكونتاكتيني. إن شاء الله تكون عجبتكم الروسيت وتكون نالت رضاكم. ومرحبا بكم الناس الكل، واستنوني في فيديو جديد ورسالة جديدة. باي باي.